أنور وجدي ضربها وطلقها 3 مرات، وبعد كده طلع عليها أشاعة إنها اتبرعت بجزء كبير من ثروتها للكيان المحتل. اتجوزت 3 مرات منهم مسؤول كبير، رفضت الاعتراف بابنها. صندوق أسرار الفنانة ليلى مراد. علاقة ليلى مراد بأنور وجدي من أشهر العلاقات في الوسط الفني. اتجوزوا بعد قصة حب كبيرة، لكن كواليس الجواز محدش يعرف عنها حاجة، بس كان بيغير عليها وليه تحكمات. أنور وجدي كان بيضربها وبعد كده انفصلوا في الآخر. اتجوزت بعد أنور وجدي مرتين، لكن اتعرضت لصدمات كتير. اسمها الحقيقي ليلين زكي مراد خان. اتولدت في اسكندرية، أسرتها يهودية. اتولدت سنة 1918. بدأت مسيرتها الفنية وهي عندها 12 سنة، وكانت بتغني على مسرح رمسيس. وأول فيلم ليها سنة 1935 في فيلم الضحايا. كانت أول بطولة ليها كانت مع الفنان محمد عبد الوهاب في يحيى الحب سنة 1938. وفي تصوير ليلى بنت الفقراء ارتبطت بأنور وجدي واتجوزوا عام 1945. استمر الجواز لمدة 7 سنين وكانوا عايشين في مشاكل على طول. بيحكي الفنان زكي فطيم عبد الوهاب، كان أنور وجدي بيتخانق معاها قبل كل تصوير، كانت على طول بتأجل التصوير بسبب معاملة أنور وجدي. كان بيرفض يديها أجرها في أي فيلم من إنتاجه، ولما تطلب منه أجرها بيضربها في اللوكيشن قدام العمال. ولما اشتغلت مع المخرج أحمد سلام في فيلم الماضي المجهول، اتعدى عليها أنور بالضرب وكسر عفش البيت وطلعها. أما عن إسلامها في سنة 1946، صحيت ليلى مراد على صوت أذان الفجر، وحست إن صوت المؤذن جميل ومختلف عن كل مرة كانت بتسمع فيه الأذان، ومن هنا قررت إشهار إسلامها. وتاني يوم راحت ليلى مراد لمشيخة الأزهر الشريف، ومن هنا أعلنت إسلامها. بعد انفصالها عن أنور وجدي طلع عليها أشاعة إنها اتبرعت بجزء كبير من ثروتها للكيان المحتل، وبسبب الأشاعة دي أطاحت اسم ليلى مراد على القائمة السوداء، واتمنع عرض أفلامها في الأردن وسوريا وفلسطين. اتجوزت ليلى مراد للمرة التانية من وجيه أباظة، واستمر جوازهم في السر لحد ما حملت منه. ولما عرف بحملها أنكر إنها اتجوزها، وبعد ميلاد الطفل رفض الاعتراف بابنه، وانتهى جوازتهم بالانفصال بعد سنة واحدة من غير ما يعترف بابنه. وكان وجيه أباظة في القوات المسلحة. وقبل وفاة ليلى مراد اعترف وجيه أباظة بابنه. أما عن جوازاتها الثالثة فكانت من المخرج فطيم عبد الوهاب، وخلفت منه ابنها الفنان زكي فطيم عبد الوهاب، وانفصلوا. واستمر الجواز لمدة 11 سنة. بعد الطلاق بعدت ليلى مراد عن الأضواء، وتوفيت ليلى يوم 21 نوفمبر سنة 1995. رحم الله الفنانة ليلى مراد.